السلام عليكم، حياكم الله. صباح الخير، جمعة مباركة عليكم وعلى جميع أمة محمد إن شاء الله. قبل أن أبدأ الفيديو، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الجو يمطر، مطر خفيف مثل ما تشوفون. أعتقد هسه للظهر يجي التقوى إن شاء الله حسب الطقس يعني. فنحن شو نسوي استحياطا؟ نفوت الدجاجات جوا، بس قبل كل شي نغلف هذولا ونغطيهم. لأن يصير مطر وهواء بارد فينشلون يتمرضون. طبعا ما سحب البيضة من هسه، نفوت نشوف مبيضين أو ما مبيضين. ما نسحب إلى العصر أو المغرب، شغل الفلاش ونشوف مبيضين أو ما مبيضين. هاي ديات كانت نايمة، طبعا كانت تبيض. ما شاء الله 3 بيضات. مثل ما اتفقنا هسه ما نسحبهم إلى العصر أو المغرب يجي نسحب البيضات حتى يبيضون بعد، لأن هاي كانت نايمة أعتقد تريد تبيض. نجيب نفوتهم جوا، جو ماطر. يلا بيت 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 بيت. انت ايش طلعك؟ يابا 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 ودي. طبعا خبر حزين، اخر كتكوت كان باقي ومات. هسه يشوفكم اياه. مثل ما تشوفون اخر كتكوت ومات. طبعا قطبي 5 أصابع، يصير اولاد هذولا اللي هنا كانوا 3 ماتوا كلهم. ما اعرف شنو السبب، بس الحمد لله على كل حال، ان شاء الله خير. مساكم الله بالخير. مثل ما تشوفون هاي الفقاسة رجعت للشغل. طبعا اللي ما يعرف أنا عندي فقاسة كان عندي تركتها فترة. هاي آخر تفقيسة كانت مال كتاكيت، قبل 2 شهر هيجي تركتها لأن خلص البيض عندي. كان عندي بط، طبعا البط قطع البيض ولهذا ما قام يبيضون، فقلت أبيع البط وأجيب دجاج، إن شاء الله بس يبيض دجاج أخلي البيض مالهم بالفقاسة. هسه أخويا قال لي
اكو واحد عنده بيض يريد يخليه بالفقاسة، اتوقع قال عنده طبقتين يعني 60 بيضة. ف قلت له ليش لا جيبها وبالنص، الرجال قال بالنص يعني ايش يطلع بالنص. تشوفون هذا القشور، هاي قشور مال تفقيسة سابقة، لحد هسه ما منظف الفقاسة، يريد انظفها طبعا اعقمها وبعدين ادخل بيها البيض. فقلت له جيبها وان شاء الله خير، وايش ما طلع ان شاء الله بالنص. قال اكو واحد الاخم عنده 100 بيضة، فنحن شنو نريد؟ أريد أكبر كمية ممكنة البيض. هاي مثل ما تشوفون هاي قلوبين، قلوب 100 واط، هذا هو شوفكم إياه، هذا حراري 100 واط قلوبين. وهاي جهاز المبخرة، طبعا طافي هسه لأن تشوفون الرطوبة مفولة، الرطوبة فول صايرة، فواقفة هسه الحرارة 17 درجة و13. هاي الساحبة شغالة نسدها. يعني طبعا شغلتها هسه لأن إن شاء الله باكر أو بعد باكر راح يجي البيض إن شاء الله، فشغلها من هسه شوية تاخذ استقرارها ودرجة حرارة تنتظم داخل الفقاسة. طبعا فقاسة صناعة يدوية، صناعتها بيدي من قشر ثلاجة مثل ما تشوفون، قشر ثلاجة أنا جبتها وصنعتها بيدي. صار عندي شوية أخطاء تراسلت مع بعض الخبراء بمجال صناعة الفقاسات، فانطوني إنه تفتح هاي الفتحة مثل ما تشوفون لكي حتى يخرج منها الهواء، ومن هنا فتحتين على الساحبة، من هنا يسحب الهواء ومن هنا يطلع الهواء. وبس إن شاء الله راح تكون الأيام الجاية حلقات حلوة وتناسب ذوقكم إن شاء الله. تفاعلكم نازل كلش نازل، فنريد إن شاء الله نرجع تفاعل القديم وأكثر إن شاء الله، ندخل 1000 مشترك بأسرع وقت إن شاء الله، وأنتم قدها وتستطيعون يا أبطال. لحد هنا ننهي حلقتنا بالنسبة لليوم، بس حبيت إنه أعطيكم خبر إنه الفقاسة إن شاء الله رجعت للشغل. الحلقات الجاية إن شاء الله راح نتابع مع بعض فحص البيض والتفقيسات إن شاء الله كلها نتابعها. هاي الجرار أو السلات ما تشوفون، وبس أودعناكم.